السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ النهارده هاتكلم معاكم عن رحلتي هو أنا لمّا بدأت أصلًا بدأت أتعلم إيه، وشُفت كورسات إيه وهكذا يعني، فخلّينا نبدأ في الtopic النهارده. أنا عملت presentation كده بدل ما أشرح على لينكات وكده يعني أتمنى يعني يكون شكلها حلو. في البداية لمّا بدأت يعني أمّا سمعت على الbug bounty وعرفت إن في penetration تمسك وهكذا، فحد نصحني يعني قال لي: "أنت لازم تبدأ بالprogramming." فساعتها حد قال لي يعني اللي هو ابدأ بالPHP هتبقى لذيذة معاك وكده يعني، فبدأت بالPHP يعني بدأت بالcourse ده بتاع باشمهندس أسامة الزيرو. هو تقريبًا 105 بس لذيذ يعني الفيديو 7 دقايق، 8 دقايق، 5 دقايق، فأنت ممكن تذاكره بجانب ثواني كده أقول لكم بجانب إيه. أول حاجة أنا بدأت بالprogramming فأخدت الكورس ده، وبجنبه برضه قعدت أتفرج على كورس باشمهندس إبراهيم حجازي، اللي هو ده، طبعًا كلنا عارفينه. فأنا كنت باذاكر مثلًا فيديوهين من هنا، وهي أبُص على فيديو هنا أو 2 مع بعض يعني وهكذا. لغاية ما خلّصت الاتنين يعني. بعد كده عملت إيه، طبعًا في كورس باشمهندس إبراهيم حجازي. أنا في الأول ما فهمتش الدنيا في الأول خالص، بس سمعته أكتر من مرّة، يعني أول مرّة سمعته ما كنتش فاهم أوي، تاني مرّة سمعته فهمت شوية أكتر، تالت مرّة وهكذا يعني. أنت مش هتسمع الكورس مرّة وهتمشي وتسيبه يعني، وده هكذا برضه بس ده ما كررتوش يعني أكتر من مرتين الصراحة. بعد كده عملت إيه، بعد كده ذاكرت secure PHP ده كورس برضه باشمهندس أسامة الزيرو. الفكرة هنا بعد أنت ما بتذاكر الprogramming والكورس هنا وبتعرف الثغرات وهكذا يعني، فأنت محتاج تعرف الmitigation بتاع كل ثغرة، يعني هي الثغرة دي أصلًا عشان أعمل لها mitigation المفروض أعمل لها mitigation إزاي. فهنا هييجي دور الكورس ده، هنا مثلًا في الXSS هيقول لك إزاي تعمل لها mitigation، فالموضوع ده هينفعك جدًا بحيث أنت لمّا تيجي تبدأ تhunt وكده، هيبقى في سؤال هيواجهك، هو أنا إمتى أقول إن ما فيش هنا ثغرة؟ طبعًا السؤال ده أنت مش هتعرف تجاوب عليه لو أنت عدّيت الحتّة دي الmitigation. مثلًا في الXSS أنت دلوقتي ليك parameter فحطيت أكبر منّه، أصغر منّه أو single quote أو double quote ولقيت في HTML encoding في الpage، أنت كده هتسيبها وتمشي والّا هتكمّل والّا هتعمل إيه؟ فعشان تتجنب السؤال ده واللفة دي والتشتُّت، فأنت لأ، ذاكر الكورس ده هو أصلًا مش هياخد منّك كام ساعة يعني. في إيه تاني، برضه في هنا كورس تاني Pro PHP Security أعتقد في كتاب لل PHP Security، برضه بُص عليه لذيذ برضُك، فأنت بُص عليهم. إيه تاني، بعد كده بقى هتيجي دور إن أنت عاوز تطبّق بقى، فأنت هتعمل إيه، تخش على بورتو سودا. عندك هنا بقى كل اللابات، عندك SQL injection مثلًا، هتلاقي بقى سيناريوهات كتير وdatabase مختلفة وهكذا. هتلاقي كل الثغرات XSS، ما شاء الله XSS لعبتها كتير جدًا. CSRF، هتلاقي كل الثغرات، فأنت بعد ما تتفرّج على الحاجات اللي قُلت لك عليها دي، آمم، بعد كده هتخش بقى على البورتoswagger تحل اللعبات اللي هنا، عادي اسمع فيديوز وأنت بتشوف حلّها، يعني مثلًا كان في حد يقول لي إيه، لأ فكّر فيها قبل ما تشوف فيديوز وكده، يعني أنا مش شايف الحل ده منطقي خالص، يعني أنا أصلًا لسه بادئ مش فاهم أي حاجة، فاللي هو أفكّر في إيه؟ أنا ما عنديش knowledge أصلًا، فهافكّر في إيه؟ فأنا مش مع الحتّة دي، أنا كنت باشوف فيديوز عادي،
اللاب اتحل إزاي ومرّة و2 و3 ولغاية ما أحلّه، وبعد كده أفهم هو اتحل كده ليه وهكذا يعني. إيه تاني؟ هنا بقى بعد ما تخلّص إن أنت تحل لابات مثلًا أنت هتحل لابات الcross site scripting كلّها مثلًا أو نُصّها أيًا كان، بعد كده مثلًا أنت عاوز تشوف XSS ثغرات يعني ريبورتات عشان تشوف يعني الثغرة الناس بتلاقيها إزاي أو شكلها إزاي، فإحنا نخش مثلًا في الactivity بتاعة HackerOne وهنسيرش مثلًا XSS XSS إمم، هنا يعني هتلاقي مثلًا هنا reflected XSS فأنت بقى هتقعد تقرا الwrite ups دي بتاعة الXSS لغاية ما عينك دماغك تاخد على الأماكن اللي أنت بتلاقي فيها الثغرة وتدوّر عليها يعني، وتشوف شكل الreport مكتوب إزاي، بحيث أنت لمّا تيجي تكتب report يبقى شكله كويس وتعرف تكتب report يعني. هنا مش معمول disclose بس هتلاقي ماشي خلّينا نخش كده في Dot تقريبًا أعتقد فيه. Dot هنا أعتقد كل الثغرات معمول لها disclose أو مش كلّها، مثلًا أجيب الactivity آآ recent filter recent disclose هنا تلاقي بقى أنواع ثغرات كتير مثلًا هتبُص هنا، فأنت مثلًا لو عايز تركّز على الXSS فأنت هتجيب الXSS مثلًا ده CVE تمام، عايزين نجيب XSS عادية هنا، هنا مثلًا الreport هنا كاتب له summary وبعد كده الimpact فين والpayload أهو، برضه ممكن تاخد الpayloads دي تحطها في list عندك بحيث لو هتautomate حاجة بالintruder أو كده، بدل ما تجرّب كل واحد لوحده، بس الأحسن يعني أنت تفهم الأول الcontext اللي أنت فيه، بس هي الفكرة في كده أنت هتشوف بقى الثغرة اللي أنت عاوز تقرا لها write ups وكده وتبُص عليها هنا، أو أي program تاني مش شرط Dot يعني. عندنا إيه تاني؟ بالنسبة للHTTP headers أنت محتاج برضه تفهم الHTTP headers دي هي أصلًا موجودة ليه أو معمولة إزاي، فإحنا عندنا developer Mozilla ده جميل جدًا في حتة الheaders مثلًا عندك الCRS أو الcourse هيقول لك مثلًا access control allow credential ده أصلًا إيه هو، وظيفته إيه، وهكذا. فالموضوع ده مثلًا access control allow origin هيشرح لك هو ده بيعمل إيه وفايدته إيه، وهكذا. فأنت بقى إيه، تعيش هنا بقى مع الheaders اللي أنت محتاج تفهمها. أعتقد في هنا security security بس ممكن تقرا بقى الحاجات دي لو أنت فاضي يعني X XSS protection ده ليه علاقة الcross site scripting والfiltering على فكرة ممكن تتسأل في الinterview في حاجة زي كده، يقول لك أنت إزاي mitigate الXSS فأنت ممكن تقول له حاجة زي دي، تقول له الheader ده مثلًا وinput filter وهكذا يعني. إيه تاني؟ بس كده كنت عاوز أقول على حاجة، في كتاب جميل جدًا زيشونا methodology ده جميل جدًا، ده فادني جدًا في حتة الXSS لإن أنا في الأول ما كنتش عارف إمتى يعني أقول إن في XSS هنا وأمشي وأسيب الparameter وكده، ففي هنا chapter بيتكلم عليها ثواني هو فين؟ الكتاب ده free يعني عادي ممكن تقدر تلاقيه على جوجل، إن شاء الله هاسيب اللينكات دي في الdescription تحت. بس عاوز أجيب الحتة بتاعة الXSS إمم، يعني هنا شرح بيقول لك أنت لو لقيت الHTML encoding ده لو أنت حصل reflection ولقيته كده زي ما أنا كنت باتكلم، أنت هتعمل إيه؟ هتسيب كده الparameter أو الpath اللي بتtest عليه وتمشي والّا هتعمل إيه؟ فجميل جدًا الكتاب ده في الحتة دي، وشارح ثغرات تانية بس أنا عجبني جدًا في حتة الXSS. إيه تاني؟
هنا برضُك إن أنت مثلًا لو لقيت Opera Direct تحوّلها لXSS. إمم، إمم، إمم. هو بيتكلّم عن كذا ثورة تانية يعني. فالمهم يعني الكتاب ده جميل جدًا اقراه، والراجل ده زي شونا ده يعني باسمع كل الفيديوهات بتاعته، فالكتاب ده جميل جدًا. إيه تاني؟ بس كده يعني أنا حاولت أختصر لك الموضوع، يعني أنا مش باقول لك road map يعني باقول لك إزاي أنا بدأت، فأنت ممكن تاخد فكرة إزاي أنت ممكن تبدأ، خصوصًا إحنا دلوقتي في أول الشهر، أول السنة يعني، فأنا حبيت أعمل الفيديو ده بحيث لو حد عاوز يبدأ وكده يعني. بس يعني ده كان topic النهارده، وإن شاء الله يعني هيبقى في videos جاية الفترة الجاية. بس ممكن بقى تكتب لي في الcomments أنت عاوز فيديوهات عن إيه مثلًا، يعني ممكن تدّيني أفكار، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى نعملها الفترة الجاية. وبافكر برضه أطلع lives وكده على يوتيوب، فأنت ممكن تكتبوا لي وآخد أسئلة الناس وكده يعني، فممكن تكتبوا لي في الcomments تحت بقى هل الفكرة دي حلوة والّا ما نعملهاش وهكذا يعني. بس كده يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.